المتحف الوطني العراقي إحدى المؤسسات التي تعرضت للسرقة والتدمير بعد احتلال العراق عام 2003. آلاف السنين من التاريخ العظيم سرقت ودمرت. ماذا لو فقد العراق تاريخه؟ واليوم بعد مرور 9 أعوام على سقوط النظام، لا يزال المتحف مغلقا بسبب الترميم. عبد الله حامد مدير عام هيئة الآثار والتراث هو أحد المعاصرين لأحداث السلب والنهب التي تعرض لها المتحف. في بداية الحرب دخلت العصابات والقوات الأمريكية إلى المتحف العراقي، وخصوصا في الأيام الأولى في 10/4 و11/4، وكانت مأساة حقيقية، حيث تعرضت الآثار العراقية في المتحف العراقي إلى النهب والسلب والدمار من قبل أناس لا يعرفون معنى للثقافة ولا لقضية الآثار. هذه هي القاعة الإسلامية التي تعرضت إلى الدمار والتلف والسرقة، والتي عملنا على إعادة تأهيلها كما كانت، وهي الآن أفضل. نحن الآن في إحدى القاعات التي سيتم تأهيلها، وهي قاعة العصر الآشوري الوسيط. فالعمل جاري على إعادة التأهيل منذ فترة، وإن شاء الله سيتم إعادتها بالكامل خلال الأشهر القليلة القادمة. وهذه هي القاعة الآشورية التي تم تأهيلها مؤخرا، وتعد من أهم قاعات المتحف العراقي، كونها تضم الآثار الآشورية المهمة. وبالرغم من حالات السلب والنهب التي تعرض لها المتحف العراقي، لابد أن نشير إلى أن كثير من المواطنين العراقيين قد احتفظوا بآثار وبأعداد كبيرة في بيوتهم، وعندما استقر الوضع الأمني أعادت هذه العوائل وهؤلاء المواطنين هذه الآثار التي احتفظوا بها، أعادوها إلى المتحف العراقي. المختصة في علم الآثار حياة إبراهيم تحدثت عن أهمية الآثار والتاريخ. من البديهيات أنه الشجرة المورقة والباسقة ما ممكن أن تورق إذا لم تكن لها جذور عميقة تمتد في الأرض، فالأرض التي تحتوي في باطنها آثار تمتد إلى آلاف السنين، وهي تمثل حضارة شعوب عاشت على أرض العراق وأنتجت هذا النتاج الزاخر الذي يملأ متاحف العالم. في الحقيقة المتحف العراقي جاد ومثابر في إعادة تأهيل القاعات الأخرى التي لم يتم تأهيلها لحد الآن، ونأمل أن يكون هذا العمل قد أنجز في نهاية هذا العام لإعادة افتتاح المتحف بشكل كامل.